خليني أسألك سؤال، كم مرة بدأت عادة جديدة قلت لنفسك من بكرة هبدأ أصحى بدري أو هبدأ أتمرن أو هقلل السوشيال ميديا وتحمست فعلا أول يوم تاني يوم وبعد كده الحماس اختفى وبدأت تحس إنك فاشل وإنك ضعيف الإرادة؟ بس خليني أقول لك المشكلة مش فيك، المشكلة في حاجة تانية. خليك معايا لآخر الفيديو علشان تعرف إيه هي المشكلة وإزاي تحلها. في البداية لازم نفهم إن دماغك مش بيشتغل لمجرد رغبة، دماغك بيشتغل بنظام قديم جدا بيهمه حاجتين، البقاء والراحة. في أي حاجة جديدة أو فيها مجهود أو بتغير روتينك المعتاد دماغك بيترجمها بشكل لا واعي على إنها تهديد. يعني لما تقرر تبدأ عادة جديدة خصوصا لو كانت محتاجة طاقة أو التزام، دماغك بيقول لك استنى كده، ده خطر، خلينا نرجع للروتين القديم، آمن وأسهل. وهنا بتظهر المقاومة. مش لازم تكون مقاومة واضحة، ممكن تكون في صورة نسيان متكرر أو تسويف وتأجيل أو حتى إحساس مفاجئ بالتعب والزهق، وده بيخلي ناس كتير تفتكر ان عندهم مشكلة شخصية او ضعف ارادة، لكن الحقيقة اللي بيحصل هو استجابة نفسية وعقلية طبيعية تمام، بس بتحتاج وعي وطريقة تعامل ذكية. انت متخيل ازاي ابسط عاده ممكن تغير حياتك بالكامل؟ مش التغيير الكبير اللي بنشوفه فجاه على السوشيال ميديا، لان كل حاجه على السوشيال ميديا مش دايما بتكون حقيقيه. لا، انا بتكلم على تغيير بسيط بس تاثيره عميق. تخيل معايا ان شخص بيبدا يومه على السوشيال ميديا وما بيقومش يعمل اللي عليه، ما بيفطرش ولا بيذاكر ولا بيشتغل، وفي شخص تاني بيبدا بحاجه صغيره جدا زي 5 دقائق كتابه او تمرين بسيط. الفرق بينهم مش في المهاره او الذكاء، الفرق الحقيقي بيبدا من العادات الصغيره اللي بيقرروا يلتزموا بيها، ومع الوقت الفرق ده بيكبر طريقة تفكيرهم وقراراتهم، ثقتهم في نفسهم ونظرتهم للحياة. فانت لما تبدأ عادة وتلتزم بيها حتى لو صغيرة هتفتح باب جديد جواك. اوقات كتير بنكون جاهزين نبدا عاده جديده، بس فجاه بيجي في دماغنا صوت خفيف بيقول لك انا جربت الموضوع ده قبل كده وما كملتش، انا ما عنديش وقت، اليوم بيجري وانا ورايا حاجات اهم. الصوت ده مش لازم ترد عليه، لكن لازم تفهم معناه. هو مجرد انعكاس لتجارب فاتت، لخوف داخلي، لعدم وضوح الخطه. يعني مش انت المشكله، لكن الطريقه اللي بتبدا بيها هي اللي محتاجه تتغير. بصراحة لو رجعت بالزمن كنت هقول لنفسي بلاش حماس البداية وابدأ بفهم. أنا كنت واحد من الناس أول ما بيشوف فيديو عن روتين صباحي أو عادة جديدة بيتحمس ويبدأ على طول. كنت بصحى الفجر مرة واحدة وأتمرن ساعة وأقرأ وأذاكر. كنت بقول لنفسي هو ده، دي البداية الجديدة. بس اللي حصل بعد أسبوع رجعت تاني لنفس العادات القديمة، ووقتها حسيت بالفشل. بس لما بدأت أقرأ كتاب أتوميك هابتس وأفهم علم النفس السلوكي اكتشفت إن اللي كنت بعمله غلط تماما، وإن في خطوات بسيطة ممكن تغير كل ده. وهنا بدأت ألتزم وأشوف النتائج الحقيقية في ثقتي بنفسي وتركيزي وإحساسي بالحياة عموما. الحل رقم واحد، ابدأ صغير وبعدها اكبر. الفكرة انك تخدع دماغك، تبدأ بحاجة تافهة جدا مش علشان تفضل فيها كده، لكن علشان تمرن عضلة الالتزام عندك. عايز تقرأ او تتمرن او عايز تكتب، ابدأ ب10 دقايق بس، وبعدها تلاقي نفسك كملت لوحدك لانك كده عديت على اول خطوة وهي اصعب خطوة دايما. 2. اربط العادة بعادة قديمة. الدماغ بيحب الروتين فاستغل ده لصالحك. يعني ما تخترعش وقت جديد للعادة، خليها تيجي بعد حاجة انت بتعملها يوميا. مثلا بعد ما تغسل اسنانك اقرا صفحة، او انت وبتشرب القهوة اكتب افكارك. ربط العادة ده بيخليها تتحول من مجهود الى نظام تلقائي. 3. سهل العادة قد ما تقدر. المقاومة بتيجي من العوائق، فشيل اي عائق قدامك. عايز تقرا خلي الكتاب قدامك مش جوه الدرج. عايز تبدا دايت حضر الوجبات بالليل. عايز تقلل السوشيال ميديا امسح التطبيقات من على موبايلك او حتى شيلهم من الصفحه الرئيسيه. كل ما العاده كانت جاهزه كل ما كانت اسهل واقرب للتنفيذ. 4. كافئ نفسك حتى لو بحاجه رمزيه. الدماغ بيحب الاحساس بالمكافاه، فخلي بعد العاده حاجه تفرحك، مش لازم تبقى كبيره، ممكن تكون مشروب او اكله انت بتحبها، وحتى تشجع نفسك. اللي بيحصل وقتها العقل بيربط ما بين العاده والشعور الجيد او السعاده، فبتبقى حاجه بتحب ترجع لها تاني علشان تاخد نفس الشعور. 5. تابع تقدمك. اعمل جدول بسيط كل يوم تنفذ فيه العاده، حط علامه صح. الموضوع بسيط جدا بس بيعمل فرق نفسي كبير، لانك بتبدا تشوف تقدمك، وده بيبني عندك حاجه مهمه جدا، الهوايه. كل ما تشوف نفسك بتكرر عاده دماغك بيقول لك انت شخص ملتزم وانت شخص رياضي. الناس بتتخيل ان السقوط معناه الفشل، لكن الصح السقوط جزء من الرحله. القاعده الذهبيه ما تفوتش يومين ورا بعض. يعني لو نسيت عاده النهارده عادي، بس اليوم اللي بعدها ارجع تاني حتى لو بأبسط شكل. وفي النهاية لو فهمت نفسك وبنيت العادة الصح هتقدر تثبت وتكمل. ابدأ صغير، اربط، سهل، كافئ، تابع، وافتكر دايما انك مش ضعيف، انت بس محتاج طريقة صح. لو عجبك الفيديو واستفدت منه ما تنساش تشاركه مع حد ممكن يستفاد منه زيك. ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة لو انت مش مشترك، وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. واشوفك في الفيديو الجاي، سلام.